يلا يا بنت، عايزه انزل اشتري اللحمه قبل مرات اخوكي ما تيجي. انا لسه ما طبختش حاجه لحد دلوقتي. استني بس يا ماما ثواني. طب عرفيني يعني استنى ايه يعني عشان ابقى فاهمه. يا ست اللحمه موجوده وكل حاجه موجوده، بس اصبري بس. انا مستنيه بس تليفون ده ايه ده يعني انت حاجزه اللحمه مثلا واللحمه ديت هتجيلنا في الطريق يعني؟ انت عارفه ان اللحمه بتاخد سوا كتير على النار وبتاخد وقت. بس استنى عليا بس يا ماما كده ثواني، اصبري شويه يا اختي. والله ما انا عارفه انا واقفه مستنيه ايه. طب خلاص خليكي وانا هنزل انا اشتري. يا ماما بس اصبري استني. طب يعني هتاخدي الفلوس وتنزلي تشتري انتي؟ يا ماما كل حاجه هتمشي طبيعي اهي باذن الله، اصبري انتي بس. الو، ايوه يا ام شيماء، هي فين؟ داخله خلاص علينا دلوقتي على طول؟ طب خلاص اقفلي انتي اقفلي. يلا يا ماما انزلي يلا بسرعه بسرعه، انا عايزه جري سريع. والله ما انا عارفه انا بجري اعمل ايه. هو يا بنت في حد واقف تحت مستنيني؟ بس هاتي كرسي وانت جايه يا ماما عشان ما تتعبيش من الوقفه. اهي يا ماما العربيه هناك اهي، اقعدي انت بقى على الكرسي وانا هجري بسرعه. بنت انا مش عايزه اقعد ولا حاجه، بس فهميني انت عايزه تطلعي تجري على ايه كده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. هروح اجيب اللحمه وجايه اهو، خليكي يا ريس يا ريس. والنبي ما انا فاهمه حاجه وعماله اجري كده اهو زي الهبله لما هتكفى على وشي. بالراحه يا بنت على نفسك لحسن تقعي وانت بتجري. انا مش عارفه ايه اللبخه دي. ما قلت لك ننزل انا وانت وخلاص نشتري اللحمه. الحمد لله يا ماما لحقت بس اجري بسرعه والنبي، اصل البت مرات اخويا اهي واقفه وجايه علينا. اطلعي انت بقى يا ماما بسرعه اطلعي. في ايه يا بنت المشكله يعني؟ ما تلاقي مرات اخوك راحت اشترت زي ما انت اشتريتي، فيها ايه دي؟ الحمد لله يا ماما اشتريت اللحمه. يلا بقى بسرعه قبل ما تاخد بالها ان احنا كنا واقفين. لا اله الا الله، والنبي ما انا فاهمه حاجه وعماله اجري كده اهو زي الهبله ولا عارفه رايحه فين وجايه منين. الحمد لله يا ماما خدت شنطتين بحالهم. يعني هي اللحمه بتاعتهم دي ارخص من السوق يعني ولا حاجه عشان كده انتوا وقفتينا نشتري من عندهم ولا ايه يعني؟ ما تفهميني. لحمتهم جميله قوي يا ماما هتعجبك خالص. بس زمان مرات اخويا دلوقتي طالعه ورانا، مش عايزاكي بقى تجيبي لها اي سيره ان احنا اشترينا لحمه من الراجل ده ولا اي حاجه خالص. لا يا بنتي، هو احنا بنسرق ولا كنا بنسرق؟ احنا حرين محدش له دعوه بينا. بص بقى يا ماما انا هقولك على الحقيقه بصراحه. ايوه فهميني بقى ايه هي الحقيقه، ايه هي العربيه اللي احنا نزلنا نشتري منها اللحمه دي؟ يلا قوليلي. بص بقى يا ماما، هو انا بصراحه ما اشتريتهاش، دول كانوا بيوزعوها كده لله. يا مسبت السودة بقى انت جرتني وراكي عشان لحمه الناس بيوزعوها لله. ايوه يا ماما بس لحمه ايه جميله قوي هتاكلي صوابعك وراها. انت عارفه اللحمه دلوقتي في السوق بقت بكام؟ ده احنا مش هنعرف نشتريها. دول كانوا بيوزعوها كده لله واحنا احق بيها يعني يا ماما، ما فيهاش حاجه. احق في ايه يا بنتي؟ يخرب بيتك فضحتني وجرستني في الشارع. دي حاجه خارجه لله يا بنتي، للناس اللي ما معهاش فلوس والناس اللي مش مقتدرين ومش قادرين يجيبوا. لكن احنا يا بنتي معانا فلوس، وقلت لك الفلوس معايا اهي وتعالي ننزل نشتري. لكن انا مش عارفه ايه اللي انت عملتيه ده. خلاص ما تبقيش تاكلي منها بقى، هاكل انا لوحدي. روحي يا بنتي خبي اللحمه دي قبل مرات اخوكي ما تيجي وتشوفها. فضحتيني منك لله يا شيخه. هتقول علينا ايه دلوقتي؟ ما احناش لاقيين ناكل، واكيد لمحتك وانت واقفه عند العربيه. وهتقول علينا ايه؟ ما احناش لاقيين ناكل يا بنتي. تقول علينا ايه؟ رايحين ناخد الصدقه اللي الناس بيوزعوها؟ ما هو اخوكي بيبعت لي فلوس وما احناش محتاجين حاجه. ليه كده يا بنتي قللت مننا؟ ليه يا بنتي كده؟ حرام عليكي. انت عارفه انت هتموتيني نقص عمر. ليه بس يا ماما؟ دي اللحمه جميله ودي فيها ايه يعني؟ انا مش شايفه يعني ان فيها مشكله ولا حاجه، ما الناس كلها كانت واقفه وبتجيب. يعني هي جت علينا؟ وانا الاخره بقول الناس اللي كانوا واقفين على العربيه شكلهم ناس محتاجين كده وفقراء ورايحين ياخدوا لحمه، وانت واقفه في وسطهم عماله تزحمي وتضربي في ده وتزقي في ده عشان تاخدي اللحمه وتراها لحمه لله. شفتني يا ماما وانا بدل الست باللكميه عشان توسع لي الطريق؟ ولا الراجل اللي انا اديته شلوط؟ وقفت الميه في زورك يا شيخه منك لله روحي. طب وطي صوتك بقى لحسن مرات اخويا طالعه على السلم. يا فضحتك يا ام سامح، يا فضحتك في الحاره وفي الشارع كله. هي جت اهيت يا ماما. غوري يا اختي افتحي لها وخبي الاكياس اللي انت حطاها جنب الباب دي، فتحتني منك لله. ان شاء الله حتى ترميها في الزباله. والنبي ما انا مدوقاكي منها يا ماما اللحمه دي. دلوقتي هروح اطبخها بقى وهسلقها وريحتها هتطلع وتفحفح، وانت بقى ايه هيبقى نفسك في حته مش هديكي ولا فتفوت. قال ايه تجرني وراها في الشارع؟ وتعالي يا ماما وهاتي الكرسي واقعدي واستريحي يا ماما وانا هجيب يا ماما وهعمل يا ماما، والاخر تطلع لحمه بيوزعها لله. يا دي النصيبه السودة. اما اقعد كده واهدى لحسن البت تلاحظ عليا حاجه وتروح تقول لي للولد وتفضحنا قدامه. يا دي الفضيحه. ازيك يا ماما؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه واخبار بابا وماما ايه؟ الحمد لله والله بخير يا ماما، بيسلموا عليكي خالص. انا بقول لك يا ماما كان في حد هنا في العماره واخد شنطه كده فيها حاجات من عربيه كانت واقفه في الشارع. ايوه. لا يا بنتي، ايوه يمكن حد من الجيران كان بياخد حاجه من العربيه ولا حاجه. اصل الناس هنا غلابه برضه يا بنتي. اصل باين اللي كان واخد الحاجات نسى كيس فيه كبده، هما باين كانوا بيوزعوا كبده واللي خد الحاجات نسى الكبده. ايه ده بجد؟ هو لسه فيه كبده؟ ده انا بحبها قوي يا ماما. بس يا ماما بس يا حبيبتي اسكتي بقى بطلي كلام عشان اعرف اتكلم مع مرات اخوكي. عارفه يا ماما العربيه دي
ده بابا هو اللي كان جايب الحاجات دي وبيوزعها لله. وانا برضو قلت ان الراجل اللي واقف ده يبقى حما اخويا، اصل انا فاكره شكله ده مرضاش يا ماما يسلم عليا ولا يعبرني. يا بنتي اسكتي بقى عشان اعرف اتكلم مع مرات اخوكي كلمتين، بطلي كلام في الفاضي. ايه ده، هو انت كنت واقفه على عربيه اللحمه ولا ايه؟ كنت واقفه تاخدي لحمه الصدقه؟ لا يا بنتي، اصل هي كانت بتاخد حته لحمه كده لواحده جارتنا، اصلها ما كانتش موجوده في الشقه، فقالت انزل يا ماما اخد لها حته لحمه كده يعني، اصلها تفرح بها قوي. ما انا برضو قلت كده، مش معقول هتقف هي على عربيه الصدقه، ما انتوا يعني مش محتاجين بصراحه. ايوه يا بنتي طبعا عندنا الحمد لله، عندنا ده احنا الفريزر مليان لحمه الحمد لله، مليان من خيرات الله. انا ما خدتش الكبده يا ماما، انزل يا ماما الحق اخد الكبده. روحي يا بنت ولعي على اللحمه ولا شوف انت كنت رايحه تعملي ايه كده. يا ماما هنزل اشوف كده الراجل مشى ولا لا عشان الحق حته الكبده يا ماما، ده الكبده ما بنلاقيهاش خالص. وشي يا ماما خلاص. اتكتمي واقفلي بقك، مش عايزه اسمع صوتك، هتفضحيني يا شيخه منك لله. اصل بابا كل فتره كده بيطلع حاجات لله، فطلع بقى المره دي ايه لحمه هو واشرف زميله بيوزعوها يعني على الناس اللي هم ايه مش مقتدرين، بيطلعوها لله يعني. وماله يا بنتي، ربنا يزيده من نعيمه يا رب، ربنا يزيد ويبارك. طب والنعمه ما مدوقاكي من اللحمه دي يا ماما، ولا انت ضايقه منها حته منك لله، ضيعت عليا الكبده. ادي اخره اللي يمشي ورا العيال.